8 أطفال رضع ليلة الاثنين الثلاثاء إثر حريق في مستشفى ولادة في شرق الجزائر، وفق مسؤول في الدفاع المدني الجزائري. قال النقيب نسيم برناوي لوكالة فرانس بريس صباح اليوم الثلاثاء: للأسف توفي 8 أطفال رضعا، بعضهم منا وآخرون من الاختناق بالدخان. وتم نشر العشرات من عربات الإطفاء للسيطرة على الحريق، ولم تعرف بعد أسباب الحريق. وأصدر رئيس الوزراء نور الدين بدوي تعليمات بإجراء تحقيق، وأوفد وزير الصحة محمد مراوي إلى مكان الحريق.